لو انت مدرب او لاعب، 5 مراحل وكل واحد فينا لازم يمر عليهم. هنتكلم على اعلى واغلى واخر مرحله، سرعه الاداء. انا هنا في مرحله العرض، وعنواننا الرئيسي اليوم التوافق. سرعه الاداء، ودي اخر مرحله اللاعب يقدر يوصل ليها. من الاخر كده، اقصى سرعه واقل زمن وافضل اداء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معنا اليوم موزة ومارادونا، وهنشوف معاهم اخر مرحله اللاعب يقدر يوصل ليها. سرعه الاداء 17 ثانيه مع موزة، وده اعلى رقم تقدر توصل ليه في الشكل والطريقه والمساحه والتنفيذ. محطات ولازم موزة يمر بيها، اقصى سرعه واقل زمن وافضل اداء. المهم وانت شغال لازم تحافظ على التوازن المهاري والبدني. برافو عليك يا موزة. ومع النجم مارادونا هنشوف سرعه الاداء، وهي عمليه حسابيه بين اقصى سرعه واقل زمن وافضل اداء. برافو عليك يا مارادونا. الصعوبه هنا مع اللاعب ان كل شبر هو بيتحرك فيه مختلف عن التاني، ولازم تعرف دي يعني ايه. يعني اعلى قمه في التركيز اللاعب يقدر يوصل ليها. مارادونا 18 ثانيه وموزة 17 ثانيه. مفيش لاعب هيقدر يكسر الزمن ده، 17 ثانيه. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.